السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا جماعة تكونوا بخير. الواحد بقاله فترة كبيرة جدا ما بيظهرش وما بينزلش فيديوهات على الصفحة، بس ان شاء الله باذن الله اوعدكم ان انا الفترة الجاية دي ابقى معاكم لحظة بلحظة. واحد مبسوط جدا وفرحان جدا، يا عم انا مبسوط بالتعادل لان اخدتها من زورك، وكنت هجلطك اكتر واكسبك في الدقايق الاخيرة وموتك بقى حرفيا بقى، واجلتك حرفيا بقى. فريق بيدعم بمليارات ضد فريق بيلعب برجل واحده، قسما بالله ما حصلناش رجل واحده حتى، قسما بالله ما حصلناش برجل واحده حتى. بس اللي معاه جمهور زي جمهور نادي الزمالك ده في المدرج ما بيسيبش اللعيبه تشجيع، تفوهات، صفاره. لعيبه الزمالك دي هتنزل وتموت نفسها في ارض الملعب، تموت نفسها في ارض الملعب. اي واحد كان بيشكك واي واحد كان بيطلع ويتريق ويقول لك يا عم الزمالك هيشيل سكور، ده لا يفقه شيء في كرة القدم، لا يفقه شيء في كرة القدم. نادي الزمالك نادي كبير وهيفضل كبير وهنفضل ننافس رغم كل الظروف اللي عندنا ديت، لان هو ده الزمالك، والزمالك معودنا على كده. الزمالك معودنا على كده. عايز اشكر اللجنة الفنية اللي جت واشتغلت في وقت صعب، في وقت صعب جت اشتغلت وشالت جروس قبل ماتش الاهلي، وجابوا مدرب يليق بالمرحله ديت. بيسيرو مدرب كبير، والبرتغالي اي مدرب برتغالي اشتغل وبيشتغل تحت الاجواء ديت، عارف يلم فرقته، عارف اللعيب اللي ينفع واللعيب اللي ما ينفعش. مدرب شخصيه عارف يدير وعارف يشتغل في ظل المشاكل اللي احنا فيها ديت. مش بس كده، عايز اشكر اللجنه الفنيه فيها، عايز اشكر اللجنه الفنيه ان هم اختاروا صفقات يليقوا باسم نادي الزمالك. صلاح مصدق لعيب هادي في الملعب، لعيب ولا اكن الاجواء ديت اول مره يعيشها. الراجل جاي من المغرب، ودي كانت فعلا لعيب اللي كان المفروض يبتدي، مش احمد حسام. احمد حسام لعيب في الجونه، اول حاجه كبيره في كاريره ان هو يروح يلعب في الزمالك. معاش الاجواء ديت، فكره ان ماتش ديربي ويتقفل عليه 50,000 مشجع دي في الاستاد. طبعا صلاح مصدق عاش الاجواء ديت في المغرب، عاشها بيتنفسها، بيتنفسها. وانتوا شفتوا صلاح مصدق ازاي في الملعب. اشكر اللعيبه اللي في ظل الظروف اللي احنا فيها، لعيبه ما بتاخدش مرتباتها، قدرت تبقى الند بالند في الملعب قدام الاهلي، ند بالند قدام الاهلي في الملعب. وثقت في نفسها وكانوا هيكسبوا، بس تعادل نبني عليه الفتره الجايه ديت، لان احنا محتاجين بقى كل ماتش، الماتشات اللي جايه ديت عندك 10 ماتشات او 11 ماتش ب30 نقطه تكسبهم، تاخد الدوري باذن الله. هو ده اللي احنا عايزينه الفتره الجايه ديت، تركيز ورجوله في الملعب، وعندك مدرب كبير بيشتغل وهيطلع احسن حاجه عنده عشان الفرقه دي وعشان الجمهور ده. الجمهور عمل ملحمه. جمهور الاهلي كان ساكت طوال الماتش. جمهور الزمالك زلزل الاستاد، زلزله. جمهور نادي الزمالك دايما احنا متعودين جمهور نادي الزمالك في الاوقات اللي لعيبه الزمالك محتاجه الجمهور بتلاقيها موجوده وتلاقيها بتشجع، ما بيسيبهمش. الجمهور ده مش بيسيب اللعيبه. خلينا نخش في المباراه. وليه انا بقول بيسيرو بدأ بالتشكيله الامثل؟ لان 3-5-2 هي دي التشكيله الانسب ان تواجه فريق بالكواليتي اللي فيها الاهلي. عرفت تقفل الشوط الاول، ما كانش شوط
الخطوره قوي لنادي الزمالك، بس عرفت تقف صح في الملعب، ودي اهم حاجه. دي اهم حاجه، انك تقف صح ويبقى عندك شخصيه. لا يا عم انت لعيب زيي هبقى ند بالند معاك وهبقى في زورك لحظه بلحظه. شفنا امام عاشور لما كان حرفيا بيمسك الكرة بس في الشوط الاول او في الماتش عامه، كان بتلاقيه صلاح مصدق وراه بيرخم. حسين الشحات جريديشار، عندك الونش، عندك صلاح مصدق. بنتايج 3-5-2 لعبت ليبرو الونش عشان يتكفر ببنتايج، قصدي بصلاح مصدق وحسام عبد المجيد. قدامهم ليفت وينج باك بنتايج، ورايت وينج باك عمر جابر، جنبهم دونجا وشحاته، قدامهم عبد الله، وجنبهم الجزيري وزيزو. وايه الكويس في التشكيله ديت؟ اللي انت مش بس بتلعب لو بلوك تحت الكوره، بتهاجم بالخمسه اللي قدام او بالسبعه اللي قدام، والثلاثه اللي ورا مأمنينك. ومش بس مأمنينك، هم مأمنين برضو الجبهه بتاعت بنتايج، لان احنا عارفين بنتايج لما بيطلع او لما بيهاجم بيسيب مساحات ورا. طبعا ما شفناهاش الكلام ده كتير، لان كان مين وراه بيغطي؟ صلاح مصدق. نفس الحاجه لعمر، كان بيزيد مين اللي وراه في ظهره، مين اللي وراه في ظهره بيأمنه؟ حسام عبد المجيد. ما شفناش الخطوره قوي في الشوط الاول، لان برضو فكره ان اللعيبه دي ممكن ما تكونش لعبت بالتشكيله دي قبل كده او بالخطه دي قبل كده، فتلاقيهم في الملعب تايهين، بس كانوا واقفين صح، عارفين يدافعوا ازاي وعارفين يهاجموا ازاي، رغم برضو ان كان الاهلي كان بيضغط من قدام جامد، فكانت اللعيبه بتشتت، وحتى كمان بتشتت غلط. فدي كانت مثلا ايه المشكله اللي كنا بنقابلها في الشوط الاول، ودي اتقبلها لان دي اول مره نلعب بالتشكيله ديت. اتمنى بقى الفتره الجايه في الماتشات اللي احنا محتاجين نلعب بالتشكيله دي نركز، اللي احنا نحسن مستوانا في 3-5-2 ديت. مشكله برضو الشوط الاولاني مش بس اللعيبه مش متعوده على الخطه ديت، دونجا لعيب مش عارف يطلع بالكوره صح، لعيب قراراته زفت، لا عارف يستخلص الكوره. الاهلي كان واخد كل السكند بول في الشوط الاول، دونجا ما كانش عارف مهام مركزه ايه. مش بس ما كانش عارف مهام مركزه ايه، فكره ان دونجا بيخش على لعب شحاته، فيقوم شحاته داخل على لعب عبد الله، فالثلاثه تحسهم في الشوط الاول مش عارفين يعملوا حاجه، مش عارفين يطلعوا حاجه. فتلاقي عواد يشتت وبيشتت غلط، ومش بس يشتت غلط، فكره ان الجزيري نفسه ما عرفش كل الكرات الطوليه، ما كانش بيستلمها، ما كانش بيطلع، ما كانش بياخد الكره خالص، عكس الماتشات اللي فاتت. كان الجزيري حتى لو كان بيجي في ال18 ما بيعملش حاجه، بس كان يعني كان في الماتشات اللي فاتت كان بيطلع في كل كوره ياخدها وينقل لعب. ما شفناش الكلام ده. فلما دونجا طلع، والحمد لله ان دونجا طلع، لان فعلا دونجا كان مبوظ شكلنا في الشوط الاول، ولبس انذار وضغط نفسه ووتر نفسه، لان لو كان كمل في الملعب كان اكيد هيطرد اكيد. دخلنا الشوط الثاني، والشوط الثاني كان ليه كويس، لان عرفت تستغل الثلاثه الطوال اللي عندك في العرضيات. عرفت صلاح مصدق والونش وحسام عبد المجيد. مش بس كده، عرفت بعد ما دونجا طلع عرفت تلعب بقى بأريحية. عرف عبد الله السعيد ينزل ويستلم وينقل شمال ويمين، أريحية. عرفت اتنفست، فلما اتنفست رحت بأكتر من هجمة وكنت هتهدف، بس سوء التوفيق في كورة
قبل ما دونجا يطلع بالظبط، عرضيه من عبد الله السعيد. دونجا بس لو كان رفع عينيه، رفع ده. انا كمان نسيت اقول لكم حاجه، في هجمه في الشوط الاول كنت بشد في شعري من دونجا ده. كوره قسما بالله جت لدونجا، بنتايج عمل سبرنت، لو كان بس دونجا رفع عينيه بسرعه ونقل الكوره بسرعه بس البنتايج، بنتايج ده كان راح انفراد. هو اصلا قبل ما الكوره تيجي لدونجا وانا بقول له يلا بنتايج اهو، بنتايج اهو، حتى المدرب اتعصب عليه. الشوط الثاني الهجمه اللي دونجا فيها حطها بالراس، بس لو كان فتح عينيه كان الجون. هو داخل اصلا على الكوره مقفل عينيه، فهو حاططها لله على الله، واللي تيجي بقى. فقام الشناوي مصدها. عرفنا نهاجم اكتر، عرفنا يكون شكل ملعبنا شكلنا في الملعب يبقى احسن. عرفت تستغل بقى التشكيله بتاعتك ازاي هجوميه، اللي انت عندك كثافه عدديه في ال18. عرفت ليفت وينج باك والرايت وينج باك، عرفت يضم جوه. ما سجلتش بس شكلت خطوره. لعيب زي بنتايج دوت لعيب جريء، لعيب ولا يهمه بقى انت مين قدامي ولا ماتش ديربي ولا لا، هو داخل عايز يساعد فرقته، بيخش ويقاوح ويخش بين اتنين. والكرة بتاعت اللي فيها شك ضربة الجزاء دي، بس لو كانت فيها فار بس كنا عرفنا اكتر، لان برضو مخرج المباراة جايبها لنا من زاوية خرا، جايبها لنا من زاوية واحدة بس، دخل فينا جون بن شرقي، ودي غلطة عمر جابر. لان انا من قبل ما بن شرقي ياخد السبرنت صوت يا عمر ارجع مع بن شرقي، ارجع معاه. الراجل سبق عمر جابر، وعمر جابر تحس ان هو نايم خالص، رغم ان هو عمل الاسيست، بس كان المفروض يركز مع بن شرقي، سابه والكرة اتعرضت له من جريديشار. بن شرقي فتح عينيه بقى. هو ده بقى ايه الفرق بين لعيب كواليتي ولعيب مش كواليتي. فتح عينيه، حطها بمنتهى السهولة، ولا تعب فتح عينيه بس، فتح عينيه. من السيناريو دوت اللي بيخش فيك جون ولعيب كان بيلعب معاك، سيناريوهات ممكن تقتلك. بس فكرة ان انت متهيأ نفسيا للماتش، هيخش فيك جون عادي يا عم، اقوم تاني وارجع والعب بشخصيتي، بشخصية فرقتي، بشخصية شعاري، عادي ولا يهمني. الزمالك رجع تاني في الجيم، عرف يسجل هدف التعادل من 40 تمريرة. عرفت اللي انت تلعب ناحية الشمال وتقوم ناقل ناحية اليمين. دي شفناها اكتر من مرة في الماتش، كانت مش بس كانت بتعمل خطورة ويكون شكل فرقتك كويس في الملعب، كمان متوهة لعيبة الاهلي كان بيحصل لها ايه الايرور اللي في دماغها لما بتنقل من الشمال لليمين واليمين للشمال. شفناها اكتر من مرة. و40 تمريرة صلاح مصدق يرفعها لناصر يهدى، يركز، يرفع عينيه، يسلم عمر، يعرضها. مين بقى اللي جاي بقى من ورا؟ مش زيزو ولا اللي جاي من ورا شلبي، اللي جاي من ورا الليفت باك بنتايج. عرفت تدخل لعيبه في ال18 يعملوا كثافه عدديه، وسجلت منها الجون. وانا اللي متاكد منه ان بسيرو قال لي للعيبه دي ارفعوا عرضيات ياما، لان الباكات اللي عندك لا عارفين ينط امتى صح، وحتى كمان بيعملوا الجامب وهم عينيهم مقفوله اصلا. الهجمه الاخيره ديت زعلتني قوي.
لان الهجمه الاخيره ديت عبد الله السعيد رجع ل 40 رجع عمل رجع اخد الكرة من امام اللي كان امام في موقف كويس، كان ممكن يشوط او كان ممكن يبازي وكانوا ممكن يسجلوا. عبد الله رجع اخد الكرة، عدى من اكرم توفيق ال 40 سنة، بص عدى من اكرم توفيق اداها لزيزو، زيزو سلمها لبنتايج، بنتايج رفعها لناصر منسي. ناصر منسي فكر بقى ان هو ممكن يحطها زي السوبر وكانت بعيده شويه. ناصر منسي لو كان بس الكوره اخدها على صدره كان اشرف داري ده وقع، لانه اوريدي اشرف داري ده اصلا وقع قبل ما ناصر منسي يستلم. لو كان بس ناصر منسي بس ركز في حته ان هو يستلم كان داري ده اصلا واقع في الارض. كنت انت واحد على واحد مع الشناوي وتخلص وتموت بقى الماتش، تموته. يا عم كولر بدأ بالتشكيلة الغلط، بس في ظل اللي نادي الزمالك بيمر في فترة صعبة عرفت تبقى واقف صح في الملعب وتطلع الفريق ابو 100 مليون والصفقات ديت ولا حاجة. تعادل نبني عليه الفترة الجاية ان شاء الله بإذن الله. نادي الزمالك نادي كبير، ان شاء الله هيبقى موجود، ان شاء الله هيبقى بينافس طالما معانا لجنة فنية بتخاف على نادي الزمالك وعايزة تفرح جمهوره ومش بيسمسروا. هيشتغلوا كويس، بس لجان حسين لبيب والناس ديت ما تهاجمهمش ويسيبوهم يشتغلوا، لان طلع اللي انتوا اصلا مالكوش فيها اصلا، فسيب الناس تشتغل وسيب الناس تشتغل لمصلحة النادي. لان احنا عايزين اي حد، عايزين الشخص اللي بيجي ويشتغل ده احنا عايزينه، احنا هنمسك فيه لان احنا ما عندناش حاجة تانية. مبدئيا بس هجبت احمد سليمان، بس احمد سليمان هو اللي جايب بنتايج لو ما تفعلش عقده الايام اللي جايه ديت الجمهور هينزل يفشخ المجلس ده، يفشخه. حافظ على لعيبتك، خلي يبقى الامور مستقره شويه، قبض اللعيبه عشان تلاقي منهم نتيجه الفتره الجايه. نادي الزمالك هيفضل نادي كبير غصب عن عين اي حد، هيفضل كبير، ومهما انت عايز نادي الزمالك مش هيقع وهيفضل موجود وهيفضل حلقه في زوركم. جمهور نادي الزمالك التراس وايت نايتس رقم واحد في المدرج. طبعا شفنا الكلام دوت في الماتش. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة.